المبدأ التالت وهو إنك تكون شخص كريم، أو إنه يبقى عندك حاجة اسمها العطاء الاستراتيجي. في فرق كبير جدا بين إنك تكون شخص لطيف وبين إنك تكون شخص كريم. في مبدأ اسمه المعاملة بالمثل، وده ببساطة إنه البني آدمين مبرمجين إن هم دايما يردوا بجميل، وده بيبقى إحساس كده داخلي بالالتزام، إن هم لو اتعمل لهم حاجة كويسة بيبقى دايما عندهم حتى لو في اللاوعي بتاعهم إحساس إن هم عايزين يردوا الشخص ده الجميل اللي هو عمله لهم. ببساطة الكرم اللي أنا بتكلم عليه هنا مش كرم مادي، لكن هو كرم في الفرص، كرم في الأفكار. لما تلاقي مثلا فرصة كويسة لحد أو حد بيدور مثلا على فرصة شغل وانت عارف ان في ايديك حاجة تعملها، دايما خد الخطوة دي، لأنه ده هيخلي الشخص اللي قدامك دايما فاكر الموقف ده، ودايما عنده الإحساس انه انت كنت شريك في نجاح حاجة في حياته. مش شرط الحاجة النجاح اللي أنا بتكلم فيها دي تبقى شغل، بس ده المثل اللي أنا بديه دلوقتي. يعني مثلا لو حد بيدور على بيت، حد بيدور على عروسة حتى، دايما لو انت في ايدك انك تساعد الناس ساعدهم، لان ده دايما هيخلي الشخص اللي قدامك ان هو يبقى فاكر ان انت كنت شريك في نجاح حاجة معينة في حياته، وده هيخلي الشخص ده قدام لو في فرصة ان هو يرد لك الجميل ده في حاجة انت محتاجها، دايما الناس دي مش هتتأخر عنكم. فدايما فكروا فيها بان الشخص اللي انت بتساعده النهاردة الشخص ده هو اللي هيساعدك بكرة، ولو في ايديكوا حاجة ان انتوا تعملوها لحد دايما خدوا الخطوة دي حتى لو هتاخد وقت منكم.